أعلن اللاعب الجزائري المغترب أمين جويري وبصفة رسمية عن تمثيل ألوان محارب الصحراء. وسيشارك المهاجم جويري في مواجهة محارب الصحراء أمام جزر الرأس الأخضر ومصر، يقول اتحاد الكرة الجزائري في بيان له. وتجرى المقابلتان التحضيريتان بقسنطينة والإمارات في 12 و16 من أكتوبر المقبل على التوالي. من جهته، وفي تغريدة له عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، قال لاعب نادي ران الفرنسي بفخر: أعلن عن قراره بالالتحاق بصفوف المنتخب الوطني الجزائري. سأدافع بشراسة عن ألوان الأفناك من أجل رفع العلم الجزائري خفاقا عاليا، وكتابة صفحات جديدة في التاريخ الثري لبلدنا. وأضاف جويري البالغ من العمر 23 سنة: سيبقى تمثيلي لألوان منتخب فرنسا الفئات الصغرى خالدا في ذاكرتي. شكرا للجميع. حان الوقت لبداية فصل جديد في مشوار الرياضي. تحيا الجزائر. وهكذا وضع جويري حدا للجدل الذي اشتعل مؤخرا، بعد أن صرح المدير الرياضي لنادي ران الفرنسي فلوريان موريس للصحافة المحلية بأن ارتداء جويري لزي منتخب الجزائر أمر لا أساس له من الصحة. وتعززت صفوف المنتخب الوطني الجزائري بسلاح آخر فتاك عشية خوض تصفيات مونديال 2026 ونهائيات كأس إفريقيا 2024.